من حديقة الحيوانات والتسلية. الوئام المدني ببن عكنون لم تكن ولادة 5 أشبال أسود بيضاء النادرة حدثا عاديا، فخلف هذه المشاهد تختبئ قصة اهتمام، رعاية وعلاقة خاصة بين الإنسان وملوك الغابة. زيادة أشبال أسود بيضاء، وهذه الزيادة كانت مدروسة مبرمجة من طرف الحديقة، وراح تبعث لنا أمل في الحفاظ على الحياة البرية. ويتمثل هذا الحدث في المجهودات اللي تقدم لنا الحديقة والمستمرة اللي تقدم لنا الحديقة للحفاظ على التنوع البيولوجي وتكاثر الحيوانات المهددة، وكذلك بالإمكانيات اللي وفرتهم لنا ولاية الجزائر. بالنسبة للأسود البيضاء هما طفرات جينية نادرة راح تكون في الأسد الإفريقي. باش نديروا احنا لا ديفيرونس بين الأسد الإفريقي وهذه الأسود البيضاء هذه، بالنسبة للأسود البيضاء راح يكون الفراء تاعهم أبيض والعيون تاعها راح يكونوا زرقاء. هنا باش نقدروا نديروا لا كومباريزون بيناتهم. أما بالنسبة للرعاية الصحية تاعهم عندنا أسطاف فيترينار هو راح يقوم بمراقبة صحتها ومراقبة أماكن تواجدها، وذلك بالتنسيق مع المربي الحيواني. راح نقوم حنايا بدوريات يومية باش نراقبوا هاد الأشبال هادوما، وعندنا ان دوسي ملف صحي باش نقدروا نسويفيو بالنسبة للديبارازيتاج تاعهم للقضاء على الطفيليات وبالنسبة لفاكسان تاعهم. الدور تاعنا كمربين حيوانات نقوم بالعناية بجميع الحيوانات الموجودة داخل الحديقة، وخاصة عندنا السلالة هذه النادرة اللي تعتبر نادرة، حيوانات الأسد الأبيض. وعندنا حالة استثنائية، عندنا زيادة 5 أشبال. دونك احنا كي يكون عندنا حالة نادرة هذه عندنا عناية خاصة نقوم بها في أثناء التزاوج وبعد التزاوج وبعد الولادة. احنا نقوم بالدور تاعنا من حيث الاكل والشرب، النظافه، عندنا عنايه خاصه حكم تجربتنا داخل الحديقه. عندنا نعرفوا الاسد كي نديروا بار نعرفوا بين الذكر والانثى كي يكونوا صغار، كي يكونوا كبار ما نهضروش عليهم، مي يكونوا صغار عندنا نديروا بار نعرفوهم احنا بحكم التجربه والعمل اليومي معهم. يكون عندنا تمييز نميزوهم، عندنا هما تمييز دقيق. اكزومبل احنا عندنا هنا في الاسد دائما يكون عنده الراس تاعو ضخم، هو يكون صغير يبان ضخم شويه يعني. والانثى عندها الراس تاعها شغل يكون عندها انوثه، تعرف باللي راهي ستينيليون. عندنا ذكرين و3 اناث. هذه هي. زادوا هنا عندهم حوالي درك 27 مارس 27 ماي يكون عندهم 4 أشهر. احنا قلت لك عندنا علاقه معهم خاصه، نلعبوا معهم، نحط لهم شغل كما شغل البطوطه كبار هكذا، وشنو الانسان يكون شغل عندنا علاقه خاصه هكذا اللي تربطنا بهم. بمناسبه هذا الحدث نوجه رساله للاجيال القادمه للحفاظ على الحياه البريه، وشكرا.